يا مساء الفل عليكم شباب، ازيكم عاملين ايه؟ منورين صفحه المكتبه. معاكم محمد في فيديو جديد وريفيو جديد لواحده من الساعات اللي بتيجي في الفئه الاقتصاديه، وهي من براند اوتيتو. احنا جربنا براند اوتيتو بقالنا فتره، جربناه في الواتش 5 وحققت نجاح كبير جدا. لحد دلوقتي شغالين في الساعه اوتيتو، بتقدم كواليتي كويسه جدا وساعه مرضيه جدا. بقالنا 4 شهور بنشتغل فيها بدون اي مرتجع. وجربنا الاوتيتو الواتش 7، والنهارده بقى بنجرب الاوتيتو الواتش 6 اللي بتيجي بشاشه عملاقه قوي، حجم شاشه ضخم جدا، امكانيات حلوه. هنستعرض الامكانيات دي دلوقتي مع بعض في تجربه يعني هتكون مرضيه وجميله للناس اللي بتحب الساعات الكبيره، لان الساعه زي ما انت شايف حجمها كبير في الايد. فكالعاده الفيديو بتاعنا هيبقى عباره عن 3 اجزاء: الانبوكسنج ومحتويات العلبه، والجزء الثاني هيبقى السوفت وير وشكل الساعه من جوه والايكونز واللي بتقدمه، وثالث جزء معانا بالكونكشن وربط الساعه بالموبايل، المكالمات، اظهار اسم المتصل، وفي الاخر بنتكلم عن الخلاصه وراي عام عن الساعه وبنقفل الفيديو. فخلينا نبدا الفيديو الاول جزء ونتكلم عن الانبوكسنج ومحتويات العلبه الخاصه بالساعه الاوتيتو واتش 6. اكبر ساعه من اوتيتو، بتيجي بشاشه 1.93 انش، طبعا فيها سمارت كولينج تدعم مكالمات، كمان بتيجي ب 100 مود رياضي مع الشاشه اموليد من براند اوتيتو. براند وثقنا فيه بشكل كبير جدا في الساعات الكوبي اللي في الفئه الاقتصاديه تحت 2000 جنيه. هنا بيكون عندنا اللون بتاع الساعه واسم الموديل، وعندنا هنا في الظهر شكل الاثنين ستراب اللي جايين مع الساعه، ومحتويات العلبه: الساعه، الشاحن، الاسترابين، والكتالوج. مفيش حاجه عندنا ثانيه في العلبه. نفتح كده ونتوكل على الله، وادي شكل الساعه. ساعه ما شاء الله، انا كنت جربتها من فتره طويله، لكن الساعه اللي كانت في التجربه دي كانت خرجت اتباعت. الساعه محترمه قوي قوي قوي، هنستعرضها مع بعض دلوقتي. اول حاجه عندنا ده بيكون شكل الساعه، جايب الاستراب المعدن اللي بالشكل ده، وعندنا 2 بوكس جوه الساعه. واحد هيكون فيهم الاستراب الاضافي، استراب سيليكون خامته محترمه جدا وفي نقشه جميله قوي، استراب سيليكون اسود. وكمان هيكون عندنا في العلبه الثانيه الشاحن الاثنين بينا المعتاد في الساعات اللي بتيجي في الفئه السعريه. كمان عندنا الكتالوج بتاع الساعه، ده الكتالوج فيه شويه تفاصيل برده باللغه الانجليش عن الساعه. وبكده نكون استعرضنا الانبوكسنج ومحتويات العلبه. تعالى بقى نخش على الجزء ده ونتكلم عن التوير والمواصفات التقنيه الخاصه بالساعه. واول ما بنفتح الساعه بيكون عندنا اوبشن ان احنا نختار اللغه. في السكرول نقدر نسكرول كده عشان نختار اللغه. طبعا ادي اختيارنا اللغه الانجليش. ده الكيو ار بتاع البرنامج، برنامج الدفت، واحد من البرامج اللي كانت بيجي قبل كده زمان للساعات الاصليه. فعندنا تمام خلاص، ده بنختار او بنسكان الكيو ار لو حابين، لو مش حابين نخش. وادي شكل الساعه. بسم الله ما شاء الله، ساعه خرافيه بامكانيات التحفه، شاشه مميزه. في ناس بتحب الساعات العملاقه دي. السكرول الاحمر ده شكله حلو قوي. استراب المعدن بتاع الساعه برده استراب رايق، والديزاين بتاع الساعه في شويه تفاصيل حلوه. البيزل ده شكله برده التفاصيل اللي فيه حلوه. فساعه مجمل فيها شويه تفاصيل والتصميمات والتقطيعات كده في الديزاين حلوه جدا. شكل التصميم ده برده حلو قوي. توتال يعني زي ما انت شايف شكل الساعه جميله ما شاء الله، لا قوه الا بالله. فخلينا بقى نتكلم عن تفاصيل الساعه والسوفت وير الداخلي بتاعها اللي احنا متعودين عليه دايما في وصفنا للساعات. نلبس بقى الاستراب السيليكون اللي جاي معاها ده، كده شكله حلو جدا قلت لك، وتفاصيله حلوه جدا. والمقاس ده ومقاس الاستراب ده 24، ده بالنسبه لمقاس الاستراب. ده شكل الساعه بعد ما ركبنا الاستراب السيليكون اللي جاي معاه. وتعالى بقى يلا ايه نستعرض كل حاجه خاصه في الساعه. عندك لما نوصل المفروض تحت كده بنخش على الشورت منيو. فيه طبعا لزقه مش حابب اشيلها عشان احمي الشاشه، لزقه كده مطفيه شويه بخلي الساعه مطفيه، لكن هي والله هشيلها عشان خاطرك يا سيدي ولا ما نزعلك. يعني احنا ايه عشان نشوف برضو الوان الساعه بشكل ايه احسن. ادينا شلنا اللزقه اهو. نعمل سوايب كده، طبعا ملمس الساعه اختلاف خالص خالص يعني. لا بنوصل من فوق تحت كده بنخش على الشورت منيو اللي بيكون فيه مجموعه من الاختصارات، اولهم اليوم والتاريخ والسطوع بتاع الشاشه، ده مستوى السطوع. وعندك هنا البلوتوث خاص بالمكالمات، هنا الكيو ار الخاص ببطاقه السوشيال ميديا او برامج السوشيال ميديا. وعندك هنا السيتنج اللي هنتكلم عنه بالتفصيل لما نخش على القائمه. هنا الساعه الكونكشن تمام او الساعه كده مرتبطه. وعندك هنا نسبه البطاريه، مفيش حاجه ثانيه موجوده. فلما نصايب من الشمال لليمين كده بنخش على الشاشه الجانبيه دي فيها الساعه ودرجه الحراره و6 تطبيقات او اخر 6 تطبيقات انت فتحتهم على الساعه. لما نصايب من اليمين للشمال بنخش على الشاشه الجانبيه اللي بيكون فيها عندك هنا اول حاجه النشاط، مشيت كام خطوه، وحرقت كام سعر حراري، ومشيت مسافه قد ايه، وكل الداتا دي. بعد كده عندنا هنا الهارت ريت او نبض القلب. مهم جدا نعرف هل هي بتقيس بشكل كويس ولا لا. فتعالوا نجرب قياسات نبض القلب مقارنه بالاكسوميتر. زي ما قلت لك قبل كده ان اهم حاجه عندنا هي اول قياس وهل بتقيس بشكل كويس ولا لا. الاكسوميتر دلوقتي مدينا 85 او 84 اهو، 83، والساعه برده 83. ادي الاكسوميتر بقى 82 والساعه وقفت على 84، لكن الاكسوميتر بدا يرفع تاني اهو. فتعال نجرب القياس مره ثانيه. نجرب القياس من اول وجديد اهو. ادي الاكسوميتر وادي الساعه. الاكسوميتر مدينا 87 86 حاليا. تعال نشوف الساعه ادينا كام. 84 في نفس اللحظه. دلوقتي بقت 82، دي بقت 83. فالقياسات بشكل كويسه، وهنقيسها كمان مره ثانيه بقى مع الاكسجين في الدم. تعال نشوف الاكسجين في الدم اخباره ايه. نجيب الاكسجين كده، ادي الاكسجين، ونشوف برده الاكسجين عامل ايه. الاكسوميتر بيدينا 99 هنا اهو، 99. تعال نشوف الساعه ادينا كام. 98% برده، 98% برده القياس متقارب، بقت 99 اهي، والاكسوميتر 99. فالقياسات
معتمد عليها بشكل كويس جدا، فالساعه بتقيس بشكل كويس يعني. ده بالنسبه لنبض القلب. عندنا هنا بعد كده قياس النوم، نمت كام ساعه نوم عميق، كام ساعه نوم خفيف، في داتا برضو عن النوم. بعد كده هيكون عندنا هنا تزامن درجه الحراره وقياس درجه الحراره على مدار اسبوع كامل. وبعد كده بيكون عندنا الاكسجين. وبعد كده عندنا اوبشن لو احنا عايزين نضيف شاشات ثانيه، ممكن نضيف التحكم في الكاميرا، وممكن كمان نضيف اوبشن الخاص بالتحكم في الصوت. لا نصعد من فوق لتحت كده بنخش على الاشعارات. الاشعارات بتيجي بخط واضح عربي كبير مقروء بشكل كويس جدا، وبتاخد مجموعه كبيره من الاشعارات تقدر تقرا منها الاخر مثلا 6 أو 10 اشعارات جايه من الموبايل لسه، زي ما انت شايف اهو مجموعه كبيره من الاشعارات. طيب ده بالنسبه للشاشه الرئيسيه. عندنا الزرار ده بيدخلنا على القائمه، ده ضغطتين كده بنغير القائمه. في مجموعه مميزه من اشكال القائمه تقدر تغير ما بينها. طبعا التاتش سلس جدا وسموث جدا برضه مفيش مشكله. ضغطه طويله على الزرار ده كده نقدر ان احنا نعمل اون واوف للساعه. لما بنضغط ضغطه طويله على الشاشه بالشكل ده بنغير ما بين الخلفيات اللي على الساعه، مجموعه كبيره من الخلفيات ممكن نعرفهم. ادي خلفيه 2 3 4 5 6 7 8 بما فيهم الخلفيه الخاصه بيك لو انت عايز تنزل خلفيه خاصه بيك او تنزل خلفيه من على البرنامج. زي ما انت شايف كده دي محملين من على البرنامج. طيب نخش بقى على القائمه مع محمد. ضغط على الزرار ده كده نجيب بقى الشكل المعتاد او الشكل المناسب للشرح في القائمه. ده احسن شكل في الشرح. اول حاجه يكون عندنا هنا النشاط اليومي اللي اتكلمنا عنه من شويه. بعد كده يكون عندنا هنا قياس النوم، نمنا كام ساعه نوم عميق، كام ساعه نوم خفيف، وداتا عن النوم. بعد كده يكون عندنا هنا قياس دقات القلب، واول ما نقلع الساعه قياس ما بيشتغلش او مجرد ما نلبسها تلاقي القياس شغال، وهي تلاقي السنسور في الظهر هنا كده. السنسور في الظهر اهو، السنسور الاخضر الخاص بقياس نبض القلب زي ما انت شايف هو معهم معايا كده. اول ما بشيل ايدي بيفصل على طول، فشغال بشكل كويس واحنا شفناه مقارنه بالاكسوميتر. بعد كده هيكون عندنا هنا المكالمات بقى. طبعا لازم نفتح البلوتوث الخاص بالمكالمات ونربط الساعه بلوتوث مباشر، هنشوفها في الجزء الثالث الخاص بالكونكشن. بعد كده عندنا هنا ممارسه الرياضه، تقدر تعتمد عليها بشكل ما في ممارسه الرياضه لان هي بتقيس النبض كويس. ده شكل الساعه لما بتفتح المود الرياضي، تحسب لك الوقت، الخطوات، السعرات الحراريه اللي حرقتها، دقات القلب والمسافه الاجماليه. وعندك هنا بقى معدل ضربات القلب بيجيب لك بقى ايه في النورمال هارت، يعني يجيب لك شويه داتا. لما نسويب بقى بعد كده نخرج من المود الرياضي بالشكل ده. عندنا هنا بقى في هدف، يعني في هدف على كل مود رياضي ليه هدف. بنخش هنا كده نحدد الهدف. عندنا هدف للسعرات، هدف للوقت، هدف لمسافه. واول ما بنحدد الاهداف بنفتح بقى على طول المود الرياضي بالشكل. بعد كده سجل الرياضه، لما بتلعب تمارين رياضيه اكتر من 10 دقائق او 5 دقائق تبدا تحسب لك هنا او بتجيب لك السجل. قياس الاكسجين برده شفناها بره، شوف ومجرد ما احنا برده مش لابسين الساعه ما بترضاش تقيس. هنشوف شكل السنسور برده الخاص بقياس الاكسجين في الدم. السنسور الاحمر يعني سنسور مختلف عن السنسور بتاع نبض القلب، فده بيدل قلت لكم قبل كده الكلام ده على جوده ودقه القياسات بتاعه الساعه. والساعات اللي قلت بصراحه تيجي بكواليتي وماتيريال ما شاء الله حلوه جدا تعجبك. بعد كده عندنا هنا بقى تزامن الطقس او معلومات الطقس شفناها قبل كده. بعد كده عندنا الاشعارات زي ما قلت لك بتيجي بلغه عربي خط واضح جميل. هنا الكاميرا وتزامن الكاميرا مع الموبايل عشان لو انت عايز تاخد لقطه من بعيد. عندك هنا بقى التحكم في الساوند، نقدر ان احنا شغل الساوند بالشكل ده، نجيب الساوند اللي بعد كده، نجيب الساوند اللي قبل كده. وعندك كمان اوبشن ان احنا نتحكم في علو ووطو الصوت. بعد كده يكون عندنا هنا اوبشن الحد من التوتر او الاسترخاء، تاخد بقى شهيق وزفير مع حركه الدايره دي كده عشان تحد من التوتر. بعد كده عندنا هنا سيري او جوجل اسيست، لازم تكون رابطين الساعه بلوتوث مباشر. بعد كده هيكون عندنا هنا المؤقت. بعد كده في عندك المنبه، ونقدر نضيف منبه من على الساعه، اوبشن برده مهم نقدر ان احنا نضيف منبه الساعه تضرب فيه من على الساعه. بعد كده عندك هنا الستوب واتش شغاله بالشكل ده، وعندك اهو تقدر ان انت تظبط كل تايم معين بتضيفه على الساعه بالشكل ده. عندك هنا بقى متابعه الساعه في دول العالم، وعندك هنا الاوبشن الخاص بوضع المرأة بتظبطه من على البرنامج. عندك هنا طبعا البحث عن الموبايل، تلاقي الموبايل بيضرب بالنغمه خاصه بالبرنامج. الآلة حاسبه برده موجوده على الساعه بالشكل ده. عندنا بعد كده هنا الالعاب، في 3 العاب تقدر تلعبهم من على الساعه او 4، يعني لو انت عندك وقت ممكن حابب تلعب، بس طبعا بياخد البطاريه بشكل كبير جدا. واخر حاجه هتكون عندنا في الساعه هي السيتنج اول حاجه في الاوبشن الخاص بالشاشه. طبعا اول حاجه عندنا هنا مستوى السطوع، ثاني حاجه عندنا هنا الشاشه تضلم بعد وقت قد ايه. عندك بعد كده هنا الاوبشن الخاص بالخلفيات، تختار خلفيه كده لو انت عايز تختارها من جوه السيتنج. بعد كده هيكون عندنا هنا شكل القائمه، تقدر تختار شكل القائمه من السيتنج برده زي ما انت شايف مجموعه من الاشكال اللي ممكن تختار ما بينها. واخر حاجه عندك هنا اوبشن الويك اب، لما بننزل الساعه كده ونطلعها تنور معانا. دلوقتي لما ننزلها كده ونيجي نرفع الساعه مع بعض كده تلاقي الساعه بتنور معانا. بعد كده عندنا هنا الصوت والاهتزاز،
جهاز تحكم في ان الساعه تعمل فايبريشن بس، ولا تعمل صوت الفايبريشن، ولا ما تعملش اي حاجه. وبعد كده بتتحكم بقى في قوه الاهتزاز، عايزه ضعيف ولا قوي. بعد كده عندنا هنا اوبشن وضع عدم الازعاج، بتفتحه وتقفله من هنا. اوبشن حفظ الطاقه برضو بتفتحه وتقفله من هنا، بيقلل البرايتنس بتاع الشاشه، بيقفل بلوتوث المكالمات وهكذا. عندك لو انت عايز تعمل باسورد، عندك لو انت عايز تقفل الساعه محدش يعني مهما عملنا كده دخلنا خرجنا بعد كده عندنا هنا اوبشن المكالمات او اتصال الساعه خاص بالمكالمات. عندك هنا الاوبشن ان انت تفتح الساعه البلوتوث بتاع المكالمات، فكده احنا فتحناه. وعندنا كمان اوبشن تاني ان احنا نفتح البلوتوث الخاص بالصوتيات، لو انت عايز الصوت يطلع من الساعه نفسه فده اوبشن برضو موجود في الساعه، فتقدر تفتحه وتقفله من هنا. لو انت عايز الصوت يطلع من الساعه تفتحه، لو مش عايز تقفله. طب الكونكشن فصل في اي وقت من الاوقات، تقدر تعمل اعاده كونكشن مره ثانيه. عندك هنا اوبشن اعاده اتصال مره ثانيه، زي ما انت شايف اهو. نقدر ان احنا بقى نقفل الكونكشن الخاص بالصوتيات، فكده الساعه تتصل بمكالمات تقدر ترد وتكنسل، لكن اي ساوند يسمعه هيطلع من الموبايل مش من الساعه. بعد كده عندك هنا لغه الساعه، بتختار اللغه العربي طبعا. واخر حاجه هنا النظام فيها ان احنا نعمل ستارت، نقفل الساعه ونعمل اعاده ضبط مصنع. واخر حاجه هنا الاباوت، وادي الاصدار اوتيتو واتش 6 والسيريال نمبر بتاع الساعه. وبعد كده عندك هنا الكيو ار الخاص بالبرنامج. ده بالنسبه للساعه وبالنسبه للسوفت وير الخاص بالساعه. بالنسبه لكل التفاصيل التقنيه او السوفت وير الداخلي بتاع الساعه وكل حاجه خاصه بيها، هنخش على الجزء الفيديو ونتكلم عن الساعه. بتشتغل على برنامج الدافت، ولو انت ما تعرفش فبرنامج الدافت ده كان من سنتين هو البرنامج الخاص بالساعات الاصليه زي كوزبت وزي بليدز ويلف وزي بليز والحاجات دي. لكن دلوقتي الساعات الاوتيتو او في ساعات برضو رايحه لحته الساعات الاصليه، احنا هنقول عليها ساعات كوبي. لكن اوتيتو بصراحه بيقدم كواليتي كويسه جدا وبسعر منافس قوي، وتقريبا اوتيتو هيبقى براند اصلي في يوم من الايام، وهيبقى بينافس الميبرو والزبليز والحاجات دي. لكن احنا دلوقتي بننافس لسه في ايه؟ في الاتش كي بقى والساعات الكوبي. خلينا نتكلم عن البرنامج اللي بيجي باربع واجهات مختلفه. عندنا هنا الواجهه الخاصه بالداتا الصحيه، هنا الواجهه الخاصه بالبرامج الرياضيه لو انت عايز تلعب العاب رياضيه وتكتشف مودات رياضيه بس على البرنامج. بعد كده عندنا هنا الكونكشن وربط الساعه بالموبايل. واخر حاجه عندنا هنا بقى الداتا الشخصيه بتاعتك، اعداد معلومات واعداد اهداف وتفاصيل اضافيه عنك وعن الاهداف اللي انت عايز تحققها. هنتكلم عن الصفحه دي وهي الصفحه الخاصه بالداتا الصحيه. مشيت كام خطوه، نمت النوم كان عامل ازاي، معدل ضربات القلب، تشابه الاكسجين، وبيجمع لك الداتا الصحيه كلها في المكان ده. هنا الالعاب الرياضيه طبعا انت بقى بتشغل اي مود رياضي او بتشغل برامج خاصه بالتامل وهكذا. ده اللي يهمنا والجزء المهم بالنسبه لنا وهو ربط الساعه بالموبايل. طبعا اول حاجه لو احنا هنفصل الساعه بالشكل ده، بنخش نضيف الساعه. طبعا بنكون مشغلين البلوتوث، بننزل تحت كده على طول، بننزل تحت وهنلاقي الساعه ظهرت تحت، وبكده هنكون ربطنا الساعه بالموبايل. تلاقي الساعه هنا واتش 6 بيظهر لك هنا البطاريه نظامها ايه، وده السيريال نمبر. وهنا لو انت عايز تقفل او تلغي الكونكشن، اول حاجه بتظهر عندنا في البرنامج وهي الخلفيات دي الخلفيات اللي بالفعل احنا حاطينها على الساعه. ونقدر بكل سهوله نغير الخلفيه اللي على الساعه من خلال ان احنا بس نضغط على الخلفيه اللي احنا عايزينها طالما هم اوريدي على الساعه. طبعا عندك تقدر تنزل خلفيه من على البرنامج بمجموعه كبيره جدا جدا من الخلفيات بتصنيفات مختلفه زي ارت ونيو واتش فيس وفاني وكلرفول، في تصنيفات كتيره، كل تصنيف فيه مجموعه كبيره من الخلفيات. على سبيل المثال لو دخلنا على الكلاسيك دي، مجموعه كبيره من الخلفيات تحمل زي ما انت شايف بالشكل ده. نقدر نحمل زي ما احنا عايزين اي خلفيه باي شكل، وليكن مثلا انا عاجبني مثلا الشكل ده، احمل بقى الخلفيه تحمل معايا بالشكل ده كده وبتروح للساعه. وده شكل الساعه بعد ما حملنا الخلفيه اللي احنا اخترناها. ونقدر كمان ننزل صوره شخصيه، فعندك هنا في تحرير انك تنزل صوره شخصيه، بتخش بتجيب الصوره من على الاستديو او تختار من الالوان اللي موجوده بالفعل دي، او تاخدها من الالبوم او تحملها من على الكاميرا، تصور على طول مباشره من على الكاميرا. نقدر ان احنا نتحكم نخلي الوقت فوق ولا تحت، نقدر كمان نتحكم نخلي التاريخ هو اللي ظاهر ولا الوقت ولا عدد ساعات النوم ولا معدل ضربات القلب ولا الخطوات. نقدر نحدد لون الخط اللي احنا عايزين نكتب بيه وهكذا. كل التفاصيل دي نقدر نعملها من على البرنامج. طيب بعد كده يكون عندنا هنا بقى الاشعارات. طبعا اول حاجه هنا المكالمات، تاني حاجه الاس ام اس، بعد كده البرامج اللي على الموبايل. نقدر نفتح البرامج اللي احنا محتاجينها، فيسبوك وماسنجر وتويتر مثلا وواتساب. وعندنا هنا اوبشن الاذر اللي هو اي اشعار على الموبايل بيجي لك على الساعه. وزي ما احنا شفنا قبل كده اللغه العربي والاشعارات بتيجي بخط واضح وجميل جدا زي ما انت شايف. ادي الخط الانجليش وادي الخط العربي، واضح ومميز جدا وتقدر تقراه بشكل كويس قوي. عندنا هنا اوبشن البحث عن الساعه. الساعه بتعمل صوت وبتعمل فايبريشن في نفس الوقت.
عشان خاطر توصل لها بسهوله. المنبه نقدر نضيف منبه من على البرنامج. الساعه العالميه ان احنا نتابع في اي مدينه في العالم الساعه فيها عامله كام، فمثلا لو احنا عايزين نتابع ابو ظبي بنضيفها بقى على الساعه ونتابع الساعه في دبي عامله كام، الساعه كام. بعد كده عندنا هنا انك تاخد لقطه الموبايل من على الكاميرا، نضغط بالشكل ده كده بتلاقي الموبايل خد اللقطه مباشره. بعد كده بيكون عندنا هنا البطاقه الالكترونيه ان احنا نضيف QR خاص بالاكونتات بتاعتنا او QR خاص باي حاجه تخصنا وبنضيفها هنا وبتنزل على الساعه. اي حد بيسكان الQR ده بيوصل للمعلومات اللي انت حاططها على الQR بسهوله. بعد كده عندنا هنا الاتصالات المفضله، نقدر نضيف لحد 8 اسماء، نقدر نضيف 8 اسماء على الساعه عشان دول نكلمهم احنا مباشره من على الساعه. لكن ال8 اسماء دول ما لهمش علاقه خالص باظهار اسم المتصل، الساعه بتدعم اظهار اسم المتصل لجميع الاسماء اللي على الموبايل بدون ما تسجل اي حد. لكن ال8 دول الاسماء المفضله اللي انت بتكلمهم بسرعه زي والدك والدتك، بيت عندك، الاولاد، الحاجات دي كلها 8 اسماء بس. بعد كده يكون عندنا هنا الاوبشنات الاضافيه. اول حاجه هنا تنسيق الوقت 12 و24 ساعه، النظام بتاع القياسات بالمتر ولا بنظام بريطاني، اللغه بتاعت الساعه موجود اللغه الانجليش والعربي ومجموعه كبيره من اللغات تختار ما بينها. القفل التلقائي للشاشه، الساعه تقفل بعد قد ايه، موجود من 5 ثواني لحد 30 ثانيه. بعد كده عندنا هنا الويك اب، الساعه لما تنزل كده وتكون مظلمه ونرفعها كده تنور، نفتح الاوبشن ده ونقفله من هنا وبنحدد وقت بدايه ونهايه من الساعه 7 ل 10 الساعه تعمل ويك اب او بتحدد انت زي ما انت عايز. بعد كده عندنا هنا عايز الصوت يطلع من الساعه وتتحكم فيه من الساعه ولا لا، الاوبشن ده برده بتفتحه وتقفله من هنا. عندنا هنا اوبشن وضع عدم الازعاج، بتفتحه وتقفله برده من هنا. وعندنا هنا اوبشن وضع توفير الطاقه، بيقفل بقى الويك اب وبيقلل البرايتنس وبيقفل المكالمات واوبشنز كتيره. طبعا معلومات الطقس برده بتفتحها وتقفلها من هنا. بعد كده يكون عندنا مساعد الطوارئ وده خاص باتصالات الطوارئ من على الموبايل مش من الساعه، فده اعداد انت بتظبطه على الموبايل، بتخش على اعدادات الطوارئ وبتظبط انك لما تضغط 5 ضغطات هنا الموبايل يتصل بالطوارئ اللي هو الشرطه. هنا بقى القياس على مدار اليوم، تقدر تفتح الاوبشن ده من هنا. وبعد كده هيكون عندنا هنا التذكير بالحركه لما بتكون قاعد فتره طويله، التذكير بمعدل ضربات القلب سواء الانخفاض او معدل ضربات القلب لما توصل للحد الاعلى، وزي ما احنا شفنا القياسات تعتمد عليها بشكل كويس يعني. بعد كده عندنا هنا لما يكون في ابديت بيظهر في المكان ده. واخر حاجه هنا الاسئله والاستفسارات بقى الخاصه بيه. بعد كده دي الصفحه بقى الخاصه بيك. خلينا دلوقتي نخش على اظهار اسم متصل وازاي الساعه بتظهر اسم متصل تقدر تعمل ايه، فتعال نشوف مع بعض كده. بالنسبه لاظهار اسم متصل فالساعه بتدعم اظهار اسم متصل بشكل كويس جدا طول ما انت موصل الساعه بالمكالمات. معنى انك موصل الساعه بالمكالمات فانت تقول للساعه انا عايز يا ساعه المكالمات اللي تجي لي تظهر لي على الساعه. تقدر ان انت تخلي الساعه سايلنت او تقدر تكنسل المكالمه او تقدر ترد زي ما انت شايف معايا في الفيديو ده. لكن لو انت قلت للساعه يا ساعه اقفلي المكالمات فبالتالي لما يجي لك اي مكالمه مش هتظهر على الساعه. شفت انا مقنع ازاي؟ المهم فالساعه بتدعم اظهار اسم متصل بشكل كويس جدا لو انت رابط الساعه بالمكالمات، لكن ما بتظهرش اسم متصل لو انت مش رابط الساعه بالمكالمات. كده نكون خلصنا الجزء الثالث من الفيديو وهو الكونكشن رابط الساعه بالموبايل. فتيجي نخش على الجزء الاخير من الفيديو نتكلم عن ايه الخلاصه وراي عام عن الساعه الاوتيتو الواتش 6 اللي بتيجي بحجم شاشه ضخم جدا، عملاق. ساعه عملاقه يا جماعه في الايد، شكلها كبير قوي، هتكون ممتازه ومميزه للناس اللي بتحب الساعات الكبيره، ودي فئه مش قليله. ناس كتيره جدا بتقول لنا ساعات حجمها كبير، انا عايز اكبر شاشه، اضخم شاشه، فجايب لك في الفئه الحنينه بتاعه تحت ال 2000 جنيه ساعه اسمها اوتيتو واتش 6 بحجم شاشه 1.93 انش، اموليد، مكالمات، قياسات كويسه، مع الاكسوميتر كانت كويسه، بطاريه حلوه جدا تقعد معاك من يومين ل6 7 ايام حسب استخدامك، كوليكشن من المواصفات حلو جدا، خلفيات كويسه قوي، برنامج مستقر قوي هيديك كل الامكانيات اللي انت محتاجها، اشعارات، برامج الاشعارات كتير جدا، تستقبل اشعارات بشكل كبير جدا. فتوتالي كده كل الكوليكشن ده من المواصفات هتكون مميزه في الفئه السعريه تحت 2000 جنيه 1900 1800 1900 كمان. فمش عايز اطول عليك في ريفيو اكتر من كده بكده، عشان يكون خاص ريفيو خاص بالساعه الاوتيتو الواتش 6. لو انت حبيت الساعه وعايز تقتنيها هتلاقي لينك بتاع الويب سايت في الديسكربشن، هتلاقيه في الايفون، هتلاقيه في اخر الفيديو، هتلاقيه في صندوق الوصف برده، وسائل التواصل بتاعتنا فيسبوك انستجرام. مش عايز اطول عليك في ريفيو اكتر من كده، كان يكون خاص ريفيو خاص بالساعه الاوتيتو الواتش 6. اتمنى ما كنتش طولت عليك، اتمنى يكون الريفيو وضح لك كل حاجه محتاج تعرفها عن الساعه في النهايه. ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناه، ولو الفيديو عجبك تدينا اللايك الجميل، فعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد في عالم السمارت واتش بشكل خاص واكسسوارات الموبايل بشكل عام. كان معكم محمد، في امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.